أهلا بيكم في رحلة وعي. النهاردة موضوعنا عن تحدي كبير بيواجه كل أب وأم، إزاي نفهم ونتعامل مع جين زي، الجيل اللي اتولد في عالم رقمي بيتكلم لغة غير اللي اتربينا عليها وبيعيش حياة مليانة تقلبات. ومعايا النهاردة دكتور هايدي خليل. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا صوفيا. الموضوع ده أنا بشوفه يوميا تقريبا مع الأهالي في العيادة. كنت بدردش مع حضرتك قبل اللقاء في حالة أم جاتلك وقالت ابني طول الوقت متقلب المزاج، يوم مبسوط ويوم مكتئب وأنا مش فاهمة. بالظبط، الولد كان في سن 15 سنة، طبيعي يعيش تغيرات هرمونية ونفسية، لكن المشكلة إن الأم كانت شايفة ده عيب أو دلعة. بعد ما شرحت لها إن دي سمات طبيعية في سن المراهقة بدأت تحتويه بدل ما تحكم عليه، ومع الوقت العلاقة بينهم اتحسنت بشكل ملحوظ. طب يا دكتور، إيه اللي بيميز جين زي عن باقي الأجيال؟ جيل واعي رقميا جدا، بيحب السرعة، عايز نتيجة دلوقتي، حساس زيادة لأن كل حاجة عنده مكشوف على السوشيال، وده بيخلي التواصل معاهم محتاج مرونة وأمان أكتر من زمان. كتير من الأهالي بيقولوا ولادنا ما بيتحملوش المسؤولية، هل ده حقيقي؟ مش دايما. أنا فاكرة شاب أهله كانوا شايفينه كسلان عشان بيقعد على الموبايل، لكن لما اتكلمنا اكتشفنا إنه بيدير صفحة أونلاين بيكسب منها فلوس أكتر من شغل والده. يعني المسؤولية موجودة بس بشكل مختلف يناسب زمنهم. طب إزاي الأهل يتجنبوا الأخطاء الشائعة؟ زي مثلا التمرد أو العناد من الأبناء أو الانعزالية اللي بيمر بيها أبنائهم. أكتر خطأ بشوفه هو أسلوب أنا أبوك، أنا أمك، وأنا بفهم أكتر. ده بيكسر جسور التواصل. مرة بنت عندها 17 سنة قالت نفسي مرة واحدة أتكلم من غير ما يتقال لي اسكتي. فجربنا التمرين مساحة الأمان، كل يوم 10 دقايق الأهل يسمعوا بس من غير مقاطعة، ممنوع نصايح، ممنوع حكم. بعد أسبوعين البنت قالت أول مرة أحس إني مسموعة في بيتي. الجيل ده عايش أونلاين طول الوقت، ده بيخليه قريب من العالم ولا بيعزله؟ الاتنين. لو الاستخدام بوعي السوشيال بتعلمه وبتوصله بالناس، لكن لو الاستخدام هروب بيخلق عزلة واكتئاب. الفرق في طريقة التوجيه مش في المنع. طب يا دكتور، لو ابني أو بنتي جالي وقال لي أنا مكتئب، أتعامل إزاي؟ أول حاجة ما نستهونش. كتير من الأهالي يقولوا كبر دماغك، ده كلام فارغ، لكن اللي بيقول كده ممكن يكون فعلا بيستغيث. الحل نسمع، نحتوي، ونطلب مساعدة لو لازم الأمر. يا دكتور، في النهاية الجيل ده محتاج مننا إيه؟ محتاج 3 حاجات: احتواء، تحسسه إنه مش لوحده، حرية، يجرب ويغلط ويتعلم، قوانين واضحة، ضوابط تحميه. يا دكتور، ناس كتير لسه مقتنعة إن التربية بالعقاب هي الحل، هل ده ينفع مع جين زي؟ أنا شفت ولد في الإعدادي كل ما يغلط يتعاقب بالحرمان. النتيجة الولد بقى يعمل الحاجة في الخفاء، مش لأنه اتعلم الصح لكن لأنه خايف ينكشف. العلم بيقول إن العقاب يمكن يغير السلوكيات دلوقتي لكنه ما بيغيرش القناعة. جين زي محتاج حوار وتعليم، مش بس خوف وردع. الخيال هنا، تخيل إنك مربي نبات، لو نسيت إنك ترويها هتزبل، لكن لو كسرت ساقها مش هترجع زي الأول. تخيلي معايا يا دكتور إننا رجعنا 30 سنة لورا، هل كنا هنربي بنفس الأسلوب؟ أكيد لأ. زمان كان في مجتمع الجماعة، الشارع يربي والقرية تحمي. دلوقتي الطفل عايش في عالم فردي رقمي، يعني لو رجعنا هنحتاج نركز على الوعي العاطفي أكتر من الأوامر. تخيلي إننا زمان كنا بندي ولادنا قاموس فيه 50 كلمة، لكن جين زي محتاج قاموس فيه 5000 كلمة عشان العالم أوسع ومليان معاني جديدة. اللي عايز ينجح مع الجيل ده لازم يتعلم لغتهم النفسية مش بس لغتنا القديمة. طب يا دكتور، الجيل ده بيقول أنا مش لاقي نفسي، ليه؟ لأن جين زي عنده عرض اختيارات أكبر من أي جيل فات. واحدة بنت في جلسة قالت لي أنا تايهة، نفسي أعمل كل حاجة فمش بعمل أي حاجة. المشكلة مش في قدراتهم، المشكلة في التوهان. العلم بيأكد إن المخ لما يتعرض لمعلومات زائدة بيعيش في حالة قلق. التمرين هنا تمرين المرآة. كل يوم يقف ابني أو بنتي قدام المراية ويسأل نفسه إيه اللي بيفرحني بجد؟ إيه اللي بيستنزفني؟ الإجابات الصغيرة دي هي اللي تبني هويته الحقيقية وسط الضوضاء. يعني يا دكتور، جين زي مش محتاجنا نتحكم فيه، محتاجنا نفهمه، نسمعه، ونمدله جسر يوصله بالأمان. شكراً جداً على لقاء النهاردة العميق ده،
ولو أنت بتسمعنا دلوقتي اسأل نفسك، هل أنت قريب من ابنك وبنتك ولا في فجوة بينكم؟ شارك البودكاست مع أب وأم يهمهم يسمعوا الكلام ده، ونشوفكم في بودكاست جديد من رحلة وعي.